مساء الخير. أتمنى الجميع يكون بخير. في موضوع مهم أنا عايزة أتكلم فيه، هو من وجهة نظري الشخصية ومعرفش إن كنت صح ولا غلط، بس أنا مش مرتاحة للموضوع وأعتقد إن في ناس كتير ممكن تأيدني في الفكرة دي. كلنا طبعا عندنا مصاحف في بيتنا، وكلنا معظمنا بنسبة كبيرة إلا من رحم ربي بيقرأ قرآن على فترات حتى. تمام، وفي ناس ما شاء الله حافظة، وفي ناس يعني حافظة شوية شوية، وناس مش قوية. في أحيانا ناس بتعمل ورد، وأنا واحدة منهم بعمل ورد بعدد الصفحات، يعني في سورة معينة أنا مثلا سورة البقرة، من أول الفاتحة لحد نهاية سورة البقرة بتوصل لرقم 49. عدد صفحات المصحف لنهاية القرآن 604. فأنا مثلا لما حد بيجي يسألني على ورد معين بقول له هتقرا من الصفحة كذا للصفحة كذا، ده كده إيه تحديد الورد. لحد ما اكتشفت كده من قريب حاجة غريبة، إن في بعض المصاحف هم مصغرينها جدا، طابعينها مصغرين الآيات. تمام، حلو، بس مقللين عدد الصفح في القرآن. فالموضوع يعني حسيته فيه قلق، يعني لما يبقى كل المصاحف بعدد صفحات معينة، سواء كبرت أو صغرت، هي بنفس عدد الصفحات وبنفس الكلام، ليه في بعض المصاحف بدأت تظهر في السوق موجودة بعدد صفح أقل؟ الموضوع ده يعني في شبهة، مش عارفة، مش قادرة أشوفه غير كده. يعني أتمنى من علمائنا، أنا مش عالمة في الدين، وأنا حد بسيط جدا، ولكن موضوع مش مريح. لأن لو أنا حد بحفظ بالصفح، أو لو أنا حد بمسك القرآن وبتعامل معاه إن أنا بقرأ وأنا مش حافظة أساسا، الآيات لو اتشالت أو اتقلل من حجم الآيات أنا مش هاخد بالي لده. فأنا شايفة إن في خطة خبيثة في الموضوع ده، الله أعلم، دي وجهة نظري، اللي يصدقها يصدقها واللي مش هيصدقها عادي. بس الموضوع مش مريح. أتمنى من القائمين على حقوق الطبع والنشر والكلام ده، الخاصين بعلماء الدين والأزهر، إن هم يراجعوا الموضوع ده. ما ينفعش المصحف ينزل بعدد صفحات غير المعروفة أو المتفق عليها في كل المصاحف. وعندي الدليل على كده، أنا معايا أكتر من مصحف وبكل الأحجام. أدي واحد، ده كبير أهو، طبعا الكلام فيه ما شاء الله قد إيه كبير. عدد صفحاته في نهاية القرآن هنلاقيها عند ال 604. 604 أهو، مش عارفة باين ولا 604، وهيقف. تمام، ده حجمه كبير. تمام، ماشي. ادي واحد تاني كمان برضو نفس الحكاية، حجم تاني اهوت، برضو كلامه كبير، والصفحات بتنتهي عند 604. ده بالنسبة للمصاحف الكبيرة والضخمة. تمام، ده صغير شوية اهوت، برضو كلامه كبير. تمام، كلام اهوت واضح جدا، ولكن برضو صفحات بتنتهي عند 604. تمام، عشان انا مش عايزه بس اطول الفيديو، ولو انه انا شايفه انه مهم جدا، وبرجع وبقول دي وجهه نظري، بس في حاجه مش مريحه في الموضوع. ده حجمه، ده حجم اصغر منه اهو، شايفين قد ايه فرق الحجم؟ تمام، نركز بقى في ده، في ده واللي جاي برضو نفس الحكايه، الكلام هنا صغير اهو. تمام، وبرضو بينتهي عند الصفحات 604. تمام، نيجي بقى لده، وللأسف إن هو كان وهبة على روح حد أهو. بصوا، ده حجمه أصغر من ده. تمام، أوكي، أدي صفحاته. القرآن الكلام قد كده صغير، ماشي. بينتهي فين بقى؟ برضو المصحف هنا بيخلص معانا عند، احنا قلنا ان هو بيخلص عند ايه؟ 604. هنا بقى ده اهوت، يا رب يبان كويس، بيخلص عند 522 صفحة. المصحف بينتهي هنا عند 522 صفحة. اذا انا لو قللت او شلت ونزلت الطبعة بنفس العدد بعد كده مش هيبان. انا بتكلم على المدى البعيد للاجيال الصغيرة، واحنا عارفين كويس ان ناس كتير من مصلحتها ان
كلام ربنا ده ينتهي أو ما يبقاش موجود أصلًا، فأمّا أبدأ أشيل آيات من المصحف وأنا باغيّر منه كده مش هيتلاحظ، الموضوع مش مُريح. دي وجهة نظري الشخصية، وأتمنى يا رب إن المصاحف اللي فيها تغيير في العدد بالمنظر ده ما تكونش موجودة تحسُّبًا لأي شُبهة في الموضوع. اللهم بلّغت، اللهم فاشهد، أنا قُلت اللي عندي، وفعلًا أنا مش مرتاحة، ودي برضه باقولها تاني للمرّة الأخيرة، دي وجهة نظري. دمتم بخير.